بتبدأ القصة في مملكة خيالية اسمها أندلاسيا، وكل حاجة فيها ماشية بقوانين أفلام ديزني القديمة. الحيوانات بتتكلم والناس بتغني، وكل بنت بتحلم إنها تلاقي الأمير اللي هيحبها من أول نظرة ويعيشوا سوا للأبد. وهناك بنت اسمها جيزيل كانت عايشة وسط الغابة مع الحيوانات ومستنية اليوم اللي تقابل فيه فارس أحلامها. وفي نفس اليوم الأمير إدوارد بيسمع صوتها وهي بتغني، فيروح يدور عليها، وأول ما يشوفها يقع في حبها وهي كمان تحبه، ويقرروا يتجوزوا تاني يوم من غير ما يعرفوا أي حاجة عن بعض، لأن ده بالنسبة لهم طبيعي جدا في عالم الحكايات. لكن في حد ما كانش عاجبه الجواز ده خالص، وهي الملكة ناريسا مرات أبو الأمير، لأنها عارفة إن أول ما إدوارد يتجوز هيخسرها العرش، فبتقرر تتخلص من جيزيل قبل الفرح وتتنكر في شكل ست عجوز وتقنعها تروح معاها عند بئر سحري. وجيزيل لأنها طيبة جدا وما بتشكش في حد بتصدقها، لكن أول ما تقرب من البئر الملكة تزقها جواه، وبدل ما تحقق أمنيتها تلاقي نفسها اتنقلت لعالم تاني خالص، مدينة نيويورك. جيزيل أول ما بتنزل نيويورك بتتصدم تماما، كل حاجة حواليها مختلفة عن العالم اللي كانت عايشة فيه. العربيات ماشية بسرعة، الناس كلها مستعجلة، ومحدش أصلا مهتم إنها تايهة أو محتاجة مساعدة، وهي لسه لابسة فستان الأميرات الكبير، فكل اللي يشوفها يفتكر إنها مجنونة أو بتمثل. تفضل ماشية في الشوارع وهي بتحاول تستوعب اللي حصل لحد ما الليل يدخل وما تلاقيش مكان تروح له. في نفس الوقت بنت صغيرة اسمها مورجان كانت راجعة مع والدها روبرت، وهو محامي مطلق وعايش حياة عملية جدا وما بيؤمنش بحاجة اسمها قصص خيالية أو حب من أول نظر. مورجان أول ما تشوف جيزيل تحس إنها أميرة بجد، وتقنع والدها يساعدها بدل ما يسيبها في الشارع. روبرت في الأول يفتكر إنها مجرد بنت عندها مشكلة أو تايهة، فياخدها بيته على أساس إنها تقعد ليلة واحدة لحد ما يعرف يوصل لأهلها. لكن أول ما تدخل البيت تبدأ تتصرف بطريقتها المعتادة جدا، تصحى الصبح وهي بتغني بصوت عالي وتنادي الحيوانات يساعدوها تنظف الشقة. والمفاجأة إن اللي بيستجيب ليها مش عصافير جميلة، لكن حمام وفيران وصراصير، ويدخلوا الشقة كلها ويبدأوا ينظفوها بطريقة غريبة جدا يخلوها تلمع. روبرت يرجع البيت ويتصدم من المنظر، ومش قادر يفهم إزاي البنت دي بتتعامل مع الحياة كأنها خارجة من فيلم كرتون. لكن مع مرور الوقت يبدأ يلاحظ حاجة مختلفة فيها، رغم إنها ساذجة شوية لكنها طيبة بجد، وكل اللي حواليها بيحسوا براحة وهي موجودة. حتى مورجان اللي كانت مفتقدة وجود أم في حياتها بدأت تتعلق بيها بسرعة. وفي الناحية تانية الأمير إدوارد لما يكتشف إن جيزيل اختفت يوم الفرح يقرر ينزل وراها للعالم الحقيقي مهما كلفه الأمر، وياخد معاه السنجاب بتاعه بيب لأنه الوحيد اللي كان دايما بيساعده. لكن أول ما يوصل نيويورك يتفاجئ إن العالم هنا مختلف تماما، مفيش خيول يركبها ولا غابات ولا ناس بتفهم طريقته في الكلام، وكل ما يحاول يتصرف كأمير الناس تبصله باستغراب لأنه بالنسبة لهم شخص غريب جاي من زمن تاني. وفي الوقت ده الملكة ناريسا تعرف إن جيزيل لسه عايشة، فتقرر إن المرة دي ما تسيبش أي فرصة للنجاة، وتبدأ تخطط لتخلص منها نهائيا قبل ما ترجع للأمير. في الوقت ده جيزيل بدأت تتأقلم شوية مع الحياة في نيويورك، لكنها لسه بتبص لكل حاجة بمنطق عالمها الخيالي. كانت مقتنعة إن أي مشكلة ليها نهاية سعيدة، وإن أي حد ممكن يبقى طيب لو تعاملت معاه بحب. أما روبرت فكان كل يوم بيكتشف حاجة جديدة فيها. في الأول كان شايفها مجرد بنت ساذجة، لكن مع الوقت بدأ يلاحظ إنها بتغير الناس اللي حواليها. ابتسامتها وطريقتها في الكلام وحماسها لأي حاجة بسيطة خلت البيت اللي كان هادي وممل يبقى فيه روح من جديد. حتى مورجان بنته بقت سعيدة أكتر من أي وقت فات، لأنها أخيرا لقت حد يسمعها ويحكي لها حكايات قبل النوم. في نفس الوقت الأمير إدوارد فضل يدور على جيزيل في كل مكان. المشكلة إنه كان بيتعامل مع نيويورك بنفس الطريقة اللي بيتعامل بيها مع مملكته. أي حد يقابله يسأله فين الأميرة، وأوقات يطلع سيفه في نص الشارع فيخلي الناس تبصله على إنه ممثل أو شخص غريب. أما السنجاب باب فكان الوحيد اللي فاهم إن الملكة ناريسا لسه بتحاول تأذي جيزيل، لكنه للأسف محدش في العالم الحقيقي كان بيفهم لغة الحيوانات، فكل محاولاته لتحذير الناس كانت بتبوظ. وفي الناحية تانية الملكة ناريسا بدأت تقلق، لأنها عارفة إن كل يوم بيعدي بيقرب جيزيل أكتر من إنها ترجع وتتجوز الأمير، وده معناه إنها هتخسر العرش. فقررت تستخدم خطة جديدة، بعتت مساعدها ناثانيال للعالم الحقيقي وأدته تفاحة مسحورة، وقالت له إن أول ما جيزيل تاكل منها هتدخل في نوم أبدي ومحدش هيقدر يفوقها غير
حب حقيقي. ناثانيال نزل نيويورك، لكنه مع الوقت بدأ يشوف إن الملكة بتستغله طول عمرها، وإن جيزيل عمرها ما كانت شخص يستحق الأذى، فبدأ يتردد بين إنه ينفذ أوامرها أو يساعدها. وفي الوقت نفسه جيزيل كانت بتقضي وقت أكتر مع روبرت، كان بياخدها أماكن مختلفة في المدينة ويعلمها إزاي تعيش في العالم الحقيقي. ومع كل يوم كانت بتكتشف إن الحب مش لازم يجي من أول نظرة، وإن الإنسان محتاج يعرف اللي قدامه قبل ما يقرر يكمل حياته معاه. أما روبرت فبدأ يحس بمشاعر تجاهها، لكنه كان رافض يعترف بيها لأنه طول عمره مؤمن إن الحب مجرد كلام في الأفلام. لكن وجود جيزيل بدأ يغير الفكرة دي واحدة واحدة. وفي يوم دعاها يحضروا حفلة راقصة مع بعض. هناك جيزيل لبست فستان بسيط لكن كانت مبسوطة جدا، والأول مرة حست إنها عايشة حياة مختلفة عن اللي كانت بتحلم بيها زمان. وأثناء الرقص بدأ روبرت يبصلها بطريقة مختلفة، وهي كمان بدأت تحس إن قلبها مش بيدق للأمير إدوارد زي الأول. لكن قبل ما أي حاجة تحصل ظهر الأمير إدوارد أخيرا، ولما شاف جيزيل افتكر إنها هتجري عليه فورا زي ما كانت بتحصل في الحكايات. لكن المفاجأة كانت إن جيزيل وقفت محتارة، لأن قلبها بقى بين عالمين وبين شخصين. الأمير إدوارد كان متأكد إن أول ما جيزيل تشوفه هتجري عليه ويتجوزوا على طول، لكن اللي حصل كان غير كده تماما. جيزيل فرحت إنه بخير، لكن لأول مرة بدأت تحس إن المشاعر اللي كانت فاكرة إنها حب يمكن تكون مجرد انبهار، لأنها خلال الفترة اللي قضتها مع روبرت عرفت معنى مختلف تماما للحب. مش مجرد إنك تشوف حد لأول مرة وتعجب بيه، لكن إنك تعرفه وتقف جنبه وتفهمه، وده كان شيء جديد عليها تماما. أما روبرت فلما شاف إدوارد افتكر إن أخيرا جيزيل هترجع لعالمها وهيكمل هو حياته زي الأول. حاول يقنع نفسه إنه مش زعلان، لكن الحقيقة كانت غير كده، كان متعلق بيها أكتر ما هو متخيل. وفي الوقت ده الملكة ناريسا قررت تنزل بنفسها للعالم الحقيقي، لأنها فقدت الأمل في إن حد غيرها يخلص من جيزيل. قبل ما توصل ناثانيال قدر يحذر جيزيل من التفاحة المسحورة، لكن الوقت كان متأخر. الملكة تنكرت في شكل ست عجوز وقابلت جيزيل وهي لوحدها، وادتها تفاحة جميلة وقالت لها إنها هتحقق لها أمنيتها. وجيزيل لأنها تعودت تصدق الناس خدت التفاحة وأكلت منها، وفجأة وقعت على الأرض ودخلت في نوم عميق. كل اللي حواليها اتصدم. الأمير إدوارد افتكر إن الحل بسيط، لأن في عالمه أي أميرة بتفوق لما الأمير يبوسها. جرب، لكن مفيش حاجة حصلت. وهنا فهم إن الحكاية دي مختلفة. روبرت جري عليها وكان واضح عليه إنه فقدها فعلا، وبدون ما يفكر بسها. وفجأة جيزيل فتحت عينيها. في اللحظة دي الكل فهم الحقيقة. القبلة اللي أنقذتها ما كانتش قبلة الأمير، كانت قبلة الشخص اللي حبها بجد. وده كان أكبر اختلاف بين عالم الحكايات والعالم الحقيقي. لكن الملكة ناريسا رفضت تستسلم، رجعت لشكلها الحقيقي وتحولت لتنين ضخم، وبدأت تطارد جيزيل وروبرت فوق أسطح المباني. روبرت حاول يحمي جيزيل بكل طرق، بينما إدوارد دخل هو كمان في المواجهة. وفي النهاية جيزيل قدرت تواجه الملكة بنفسها، والملكة تقع من فوق المبنى وتنتهي خطتها للأبد. بعد كل اللي حصل إدوارد أدرك إن جيزيل ما بقتش تحبه زي زمان، والمفاجأة إنه هو نفسه لقى شخص تاني اتوافق معاه أكتر، وهي نانسي خطيبة روبرت السابقة، اللي قررت تسيب العالم الحقيقي وتسافر معاه لمملكة أندلسيا. أما جيزيل فقررت إنها تفضل في نيويورك وتبدأ حياة جديدة مع روبرت ومورجان، والأول مرة لقت العيلة اللي كانت نفسها فيها، واكتشفت إن النهاية السعيدة مش لازم تبقى زي القصص القديمة، أوقات بتكون مختلفة.